لاستقبال المصريين العائدين من الصين. وزيرة الصحة رش الطائرة بالمواد الوقائية اللازمة فور وصولها، والوضع آمن في مصر ومطمئن. الصين تمنع سفر 2 من المصريين لإصابتهم بكورونا. الصحة تسحب الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين العائدين من ووهان الصينية بعد دخولهم الحجر الصحي 14 يوم، مع توفير هواتف بدون كاميرات للتواصل مع ذويهم. علماء الصينيون الخفافيش مصدر فيروس كورونا. الإمارات تعلق رحلاتها مع الصين وتستثني بكين بسبب كورونا. سوق الأسهم الصينية تسجل خسائر تصل إلى 420 مليار دولار في أول يوم تداول بعد الأزمة. الصين تناشد العالم كورونا ينتشر ونحتاج أقنعة واقية. تركيا تعلن استهداف 40 موقعا للنظام السوري ومقتل 25 عنصر من النظام ردا على مقتل 4 جنود أتراك في أدلب، مؤكدة استمرار العملية. الرئيس التركي: إن لم نحمي خصوصية الأقصى فلن نتمكن غدا من حماية الكعبة، والأيادي العربية الخائنة التي صفقت لخطة ترامب ستحاسب. عمر علاء حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك ينشر له صورة بعد إجراء العملية الجراحية الأخيرة.